أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات رواشة شو. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أحسن 5 مسلسلات مصرية قصيرة هتخلصهم في قعدة واحدة، ومعانا أصناف مختلفة تعجب كل الناس. وهنبدأ بأفضل مسلسل مصري قصير بالنسبة لي، وهو مسلسل خيالي ورعب متاخد من رواية ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق. وهو مسلسل ما وراء الطبيعة اللي بيحكي عن دكتور رفعت إسماعيل ورحلته إنه يفهم عقله. المسلسل حلو جدا من ناحية كل حاجة، وأداء أحمد أمين أكتر من روعة. وبيشاركوا كمان في المسلسل روزان جمال وسماء إبراهيم، وإخراج عمرو السلامة. المسلسل بيتكون من 6 حلقات، والمسلسل من إنتاج نتفليكس. والمسلسل اللي بعده معانا وهو مسلسل ريفو، اللي بيحكي عن مريم فخر الدين اللي بتكتشف بعد موت أبوها علاقته ببند ريفو، وبتقرر تدور في الموضوع. والمسلسل بطولة راكين سعد وأمير عيد وتامر هشام وسارة عبد الرحمن. المسلسل بيتكون من موسمين، وكل موسم 10 حلقات. والمسلسل اللي بعده معانا وهو مسلسل بالطو، وهو مسلسل كوميدي بيحكي عن دكتور في فترة التكليف بتاعته، وبعد ما بيتورط وبيبقى مدير الوحدة الصحية في مكان بعيد جدا، وبيواجهه مواقف كوميدية بتحصل له طول المسلسل. المسلسل بطولة عصام عمر وبيتكون من 10 حلقات. والمسلسل اللي بعده معانا وهو مسلسل بيمبو، وبيحكي عن بيمبو ديلر وبيتورط مع واحدة صاحبته وبيحققوا في قضية بطريقة كوميدية. هو بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وعباس أبو الحسن وويجز. المسلسل لذيذ وفيه كمان كذا انفلونسر ورابر كتير، والمسلسل بيتكون من 8 حلقات. والمسلسل اللي بعده هو مسلسل البيت بيتي، مسلسل رعب كوميدي بيحكي عن 2 بيتورطوا في قصر مسكون بعد ما بيورثوا واحد منهم، وبيحصل بقى مواقف كتير على مدار المسلسل بطابع رعب. وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل. والمسلسل بيتكون من موسمين، كل موسم 10 حلقات. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو تحب تتفرج عليا تاني اعمل سبسكرايب، ولو عايز ناس أكتر تشوف الفيديو ممكن تعمل شير. وقول رأيك عادي في كومنت، وممكن تقولي لو عايزين جزء تاني.